تخيل أنك تقف أمام مشروع لا تصفه الصحافة العالمية إلا بكلمة المستحيل، مشروع ضخم لدرجة أنه سيعبر تحت البحار وفوق الوديان ليقطع قارة بأكملها، والهدف تحويل المغرب إلى خزان طاقة لا يمكن الاستغناء عنه. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد أنبوب غاز، بل نتحدث عن 25 مليار دولار ستغير وجه إفريقيا، وعن صراع سياسي خفي كاد أن يخنق المغرب طاقيا لولا هذه الخطوة الجريئة التي بدأت ملامحها تكتمل الآن. فمن أين سيأتي المغرب ونيجيريا بهذا المبلغ الخيالي؟ وكيف سيؤثر هذا الأنبوب على جيب المواطن المغربي وعلى فاتورة الكهرباء والصناعة؟ كل هذه التفاصيل الصادمة سنكشفها في هذا السرد السريع. القصة لم تبدأ اليوم، بل بدأت من لحظة أدرك فيها المغرب أن الاعتماد على جهة واحدة لتأمين طاقته هو مخاطرة كبرى. لسنوات طويلة كان المغرب يعتمد بنسبة تفوق 90% على الغاز القادم من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، لكن في عام 2021 وفي عز أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، قررت الجزائر عدم تجديد الاتفاقية وإغلاق الصنبور. كانت اللحظة حرجة جدا، فالأسعار ملتهبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وأوروبا نفسها كانت تبحث عن قطرة غاز لتتدفأ. هنا ظن الكثيرون أن المغرب سيواجه ظلاما دامسا أو شللا اقتصاديا، لكن ما حدث كان العكس تماما، حيث تحركت الدبلوماسية المغربية بسرعة لتأمين بدائل فورية، وبدأت ملامح مشروع نيجيريا تخرج من الأدراج لتصبح الأولوية القصوى. لكن السؤال الذي تطرحه الجميع: من أين يأتي المغرب بطاقته حاليا؟ الأرقام تكشف حقائق مثيرة، فالمغرب الآن يستورد كميات ضخمة من روسيا، حيث تصل الشحنات إلى أكثر من 80,000 برميل يوميا حسب بيانات 2026، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم إسبانيا. والمفارقة هنا أن الغاز الذي يأتينا من إسبانيا هو في الأصل غاز جزائري تشتريه إسبانيا ثم تعيد ضخه للمغرب عبر نفس الأنبوب القديم، لكن في الاتجاه المعاكس. هذا الوضع المؤقت والمكلف جعل المغرب يسرع الخطى نحو نيجيريا، ليس فقط لضمان الاستقرار، بل امتلاك مفتاح الطاقة بيده وتجنب أي ضغوط سياسية مستقبلية من أي طرف كان. مشروع أنبوب الغاز الأطلسي ليس مجرد قادوس طويل، بل هو شريان حياة يمتد ل6900 كيلومتر، وسيعبر 13 دولة إفريقية. هذه الدول لن تكون مجرد ممر، بل ستستفيد من الكهرباء والتنمية والصناعة، مما يجعل المغرب الأخ الأكبر والمحرك الاقتصادي لغرب إفريقيا. الدراسات الهندسية اكتملت، والتمويل الذي يبلغ 25 مليار دولار لن يدفعه المغرب وحده من ميزانيته، بل سيتم عبر شراكات دولية ضخمة وصناديق سيادية ومستثمرين عالميين يرون في هذا المشروع أضمن استثمار طويل الأمد في القارة السمراء، خاصة وأن أوروبا تنتظر وصول هذا الغاز بفارغ الصبر لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. هناك سوء فهم كبير لدى الكثيرين يظنون أن هذا الغاز مخصص فقط للبوطة المنزلية، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. الغاز الطبيعي هو وقود الصناعة الثقيلة، فالمكتب الشريف للفوسفات OCP يحتاج كميات هائلة منه لإنتاج الأسمدة التي يطعم بها العالم، وبدونه ترتفع تكاليف الإنتاج. كما أن صناعة السيارات والطيران التي يفتخر بها المغرب تعتمد أساساً على الطاقة الرخيصة والمستدامة. وجود هذا الأنبوب يعني أن تكلفة الإنتاج في المصانع المغربية ستنخفض، مما سيجذب استثمارات عالمية أكثر ويوفر فرص شغل بالآلاف، وهذا هو التأثير المباشر الذي سيلمسه المغاربة في نمو اقتصادهم وقوة عملتهم. وعندما نتحدث عن عام 2031 وهو التاريخ المتوقع لبدء ضخ الغاز، فنحن نتحدث عن تحول جذري في قطاع الفلاحة أيضا. فلاحو المغرب وخاصة في قطاع تربية المواشي والبيوت المغطاة يحتاجون للتدفئة والطاقة، وتوفر الغاز بأسعار منافسة سيعني استقرار أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق.
المشروع يسير بخطى ثابتة، والتنسيق بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركة النفط النيجيرية وصل لمراحل متقدمة جدا، بتأسيس شركات متخصصة لإدارة هذا العملاق الطاقي الذي سينقل إفريقيا من قارة مستهلكة إلى قارة مصدرة ومؤثرة في القرار العالمي. في النهاية، مشروع أنبوب الغاز المغرب النيجيري هو معركة سيادة بامتياز، هو رد المغرب العملي على كل من حاول استغلال ورقة الطاقة للضغط على مواقفه السياسية. المشروع تجاوز مرحلة الشكوك وأصبح واقعاً تراقبه القوى العظمى بدقة، لأنه سيغير خريطة النفوذ في المنطقة. فهل تعتقد أن هذا المشروع سيكون الضربة القاضية التي ستجعل المغرب القوة الاقتصادية الأولى في إفريقيا وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة بعيداً عن تقلبات الجوار؟ أم أن التحديات التمويلية واللوجستية ما زالت تخبئ مفاجآت أخرى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، فالموضوع لم يعد مجرد اقتصاد، بل هو مستقبل وطن.